السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبنا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف هنا وألف خير يا رب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما ننساش يا حبايب قلبي ندعي لإخواتنا في فلسطين، ربنا ينصرهم عاجلا غير آجلا يا رب، ويرحم بيهم وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين يا رب العالمين. يا رب ترحموا بيهم وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين يا رب العالمين. صباحكم زي الهنا، صباحكم زي اللبن الحليب ان شاء الله باذن الله. النهارده حبايب قلبي زي ما انتم شايفين كده لسه طالعه الطيور بتاعتنا على الصبح. الساعه الوقت 9 لسه، والله حتى ما عرفتهمش ولا اي حاجه، يعني يا دوبك فتحت. بس انا جايبه لكم الاسعار النهارده كده على الصبح. النهارده 20/8 اسعار الكتاكيت واسعار اللحم في المحلات. اللي حابه يعني معرفه، او اللي حابه تشتري، او اللي حابه تبيع. فحبيت ان انا النهارده حبايب قلبي اجيبهم لكم على الصبح كده، بحيث اللي ايه الواحده عايزه تشتري ولا حاجه يبقى الاسعار معاها ايه من بدري كده. هنبتدي النهارده يا حبايب قلبي كده بالاسعار. اسعار الكتاكيت جايبها لكم من معمل المحمدي بالجديدي. طريق متعلي. دي يا حبايب قلبي المعمل اللي انا بجيب منه على طول. يعني اللي متابعني على القناه بتاعتي، او اللي حابب يعرف المكان اللي انا بجيب منه او المكان اللي موثوق منه، هو المعمل المحمدي بالجديدي. طريق متعالي يا حبايب قلبي، بسم الله ما شاء الله عن تجربه يعني. انا ما بجيبش الا منه، يعني انا صراحه بط فراخ اي انواع طيور ما بجيبش الا من المعمل ده. فالاسعار اللي انا جايبها لكم ديت من المعمل يا حبايب قلبي. وجايبه لكم برده النهارده اسعار اللحم في المحلات. 20/8 ان شاء الله باذن الله. اللي حابه ايه تشتري او تبيع. هنبتدي النهارده بالكتاكيت كده يا حبايب قلبي. النهارده فرخ الجميز عامل 24 جنيه. الفيومي عامل 17 جنيه. بلدي مشعر 10 جنيه. الساسو ب22 جنيه. البط البيور 22 جنيه. مسكوفي ار 41 عامل النهارده 47 جنيه. البغال النهارده حبايب قلبي عامل 53 جنيه. اما الابيض بقى، الابيض النهارده بسم الله ما شاء الله. روس عنده يعني موجود روس اللي انا يعني اول مره نزل الروس معاكم زي ما انتم شايفين كده، بسم الله ما شاء الله. الصراحه اتبسطت منه، زي ما انا قايل لكم انا كنت بربى على طول القب او بجيب القب. فجبت الروس النهارده زي ما انتم شايفين كده يا حبايب قلبي، بسم الله ما شاء الله زي العسل وزي الهنا ماشي معايا، يعني بسم الله ما شاء الله. زي ما انتم شايفين كده احجام جميله وماشي معايا، لا ادويه ولا اي حاجه. ربنا يبارك لنا ولكم يا رب وتعيننا منهم ان شاء الله باذن الله. فالنهارده روس عامل 29 جنيه. فرخ الروس النهارده عامل 29 جنيه. الابيض الروس عامل 29 جنيه النهارده حبايب قلبي. دي اسعار الكتاكيت واسعار البط في المعمل اللي انا بجيب منه، زي ما قلت لكم المعمل بالجديدي. معمل المحمدي. هنخش بقى على الاسعار اللحم في المحلات النهارده برضو 20/8. النهارده البط البلدي حبايب قلبي عامل 110. البط المسكوفي عامل 105. المولر عامل 85 جنيه. اما البط الفرنساوي فالنهارده الكيلو فيه عامل 72 جنيه. جوز الحمام عامل 140 جنيه. جوز السمان عامل 90 جنيه. رومي اسمر بلدي النهارده عامل 125 جنيه. الرومي الابيض عامل 100 جنيه. الكيلو في الارانب النهارده عامل 110. فراخ بلدي حر النهارده عامل 125 جنيه. الفراخ البلدي هي اللي رفعت النهارده شويه. انتوا كنتوا عارفين قبل كده كانت 113 الكيلو و115. النهارده رفعت بقت ب 125 جنيه الكيلو في المحلات. رز الفيوم النهارده عامل 105. الساسو النهارده حبايب قلبي عامل 95 جنيه. الابيض النهارده برضو رفع في المحلات. النهارده عامل 78 جنيه، اللي رفع 5 جنيه في الكيلو، لان احنا كنت انا قايله لكم الفيديو اللي كنت منزله لكم كان ب 73 في المحلات. فالنهارده عامل 78 جنيه الكيلو في المحلات. اما عن بقى كرتونه البيض النهارده فهي برضو لسه في الزياده ما نزلتش. كرتونه البيض الابيض النهارده عامل 127 جنيه. البيض الاحمر النهارده عامل 125 جنيه. اما كرتونه البيض البلدي فعامله 170 جنيه. هجيب لكم بقى يا حبايب قلبي العلف زي ما هو ثابت برضو ومستقر على السعر بتاعه. النهارده برضو شكارة العلف 25 كيلو اللي هي الباد السوبر عامله 535 جنيه. اما الشكار اللي هي النامي عامله 525. والناهي عامله 520 جنيه. اما عن شكارة الذرة 25 كيلو فالنهارده عامله 310. وشكارة الردة 40 كيلو عامله 455 جنيه. فده النهارده حبايب قلبي الاسعار الكتاكيت في المعمل اللي انا بجيب منه، واسعار اللحم في المحلات ليوم 20/8 تلات النهارده حبايب قلبي. اللي حابه بقى تشتري او اللي حابه مثلا عندها حاجه عايزه تبيع او حاجه يعني
دي الاسعار النهارده في المحلات يا حبايب قلبي، ودي الاسعار في المعمل للكتاكيت. هو الفرخ الابيض النهارده هو بيبقى السؤال عليه، او بيبقى مثلا كله مستني يشوف الكتكوت بكام. النهارده عامل 29 جنيه الكتكوت النهارده يا حبايب قلبي في المعمل. فيعني انا زي ما انا قلت لكم، اللي حابه تنزل ما فيش حاجه هتنزل، كل الاسعار من هنا وجاي، لان الحر كسر والجو بقى يعني يعتبر حلو شويه عن الاول. فاللي حابه تنزل يا حبايب قلبي الايام دهيت تنزل. وكده كده العلف رخيص، يعني العلف مش هيرخص عن كده، هو ممكن يزيد، هيرخص عن كده. لا احنا كنا بنجيب الشكاره، انا كنت في ايام عليه او الدورات اللي فاتت كنت بجيب الشكاره ب 800 جنيه والله وب 750 جنيه. فالشكاره الوقت ما توصل 535 حلوه جدا جدا جدا. فالواحد يستغل بقى اللي هو السعر بتاعها دهوت، ينزل له شويه طيور كده، يملى بيته بالخير، يعني يبقى اكتفاء ذاتي كده في البيت. هتلاقي حاجه تاكليها، هتلاقي حاجه تصرفي منها. فالايام دهيت اللي عايزه تنزل يا حبايب قلبي، انصح اي حد عايز ينزل طيور ينزل في الايام ده. سعر الاعلاف رخيص، والطيور ان كنت انت حابه تقول مثلا هتنزل او حاجه، لا مش هتنزل، يعني ممكن تطلع كمان عن كده. فدي كانت الاسعار النهارده حبايب قلبي معاكم. زي ما انا قلت لكم لسه طالعه الطيور بتاعتي، فحبيت بس اقول لكم الاسعار كده على الصبح. وزي ما انا قايله لكم حبايب قلبي، الفراخ بتاعتنا النهارده بسم الله ما شاء الله زي العسل وزي الهنا. هي دي نوع الرز اللي انا قلت لكم عليه. بسم الله ما شاء الله ماشي معايا جميل، دواء ولا اي حاجه، هما العلف والميه وخلاص. زي ما انا قلت لكم كنت حاطه لهم امبارح في الفيديو اللي كنت عاملاه معاكم، اللي هي الخميره الفوريه مقلبها لهم في العلف، وكنت بحط لهم في الميه شويه خل وخلاص. غير كده ما بحطش اي حاجه للطيور بتاعتنا. وبسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين الدوره اللي فاتت ذبحتها على 34 يوم. بسم الله ما شاء الله بألف هنا وألف شفا يا رب على كل. روعة روعة روعة. فالطيور بتاعتك مادام جايباها من مكان موثوق منه، ومكان عارفة انت بتتعاملي مع مين او بتجيبي منين، بسم الله ما شاء الله الحاجة بتبقى معاكي جميلة. وفي الاول وفي الاخر برضه تعتني بيها، وتخلي بالك من الطيور بتاعتك وتعتني بيها كده، والفرشة تحتها تبقى نظيفة ما تبقاش مبلولة، التهوية بتاعتها برضه تبقى حلوة. دي كلها عوامل بتساعد معاكي يا حبيبة قلبي على نجاح الدورة معاكي. واول 10 ايام او اول اسبوع في اي نوع طيور بتجيبيه تاخدي بالك من التهوية المظبوطة والفرشة المظبوطة. فبسم الله ما شاء الله بريحوا معاكي طول الدورة. زي ما انتم شايفين كده حبايب قلبي، هقوم بقى افطرهم دلوقتي. هحط لهم علافهم، لسه قدامهم ميه بس هزودها بقى ميه ساقعه. انا كنت حاطه لهم دي بالليل كده، فيعتبر لسه كل سقايه فهيجي نصين. هكملها بقى، جايبه لهم ازازه ساقعه اهيت، اكملها لهم واحط لهم بقى شويه علف يا حبايب قلبي. وخلاص على كده النهارده بقى ما طلع لهمش الا بعد العصر بساعه ولا حاجه، بحيث انتوا عارفين العلف بحط لهم قليل يفطروا يعني كده منه. وطول النهار بقى بحب ان العلف يبقى قليل قدامهم في الحر دي، يعني ما بحبش اكتر علف قدامهم في الحر دي. هي اهم حاجه الميه زي ما انا قلت لكم. اما انا العلف هو بيبقى الصبح يفطروا كده، وطول النهار بقى يعني كان يفضل قدامهم شويه بسيطه ولا حاجه، وما اقعدش بطلع لهم بقى لاخر النهار احط لهم بقى اللي هي العلفه بتاعت بالليل، عشان يبقى طول النهار كده يعني انتوا عارفين الجو حر وكده، العلف ما يعني ما يبقاش حامي عليهم او يبقى غلط عليهم او حاجه. بحاول على طول ان انا اخفف العلف عليهم. فدي كانت الاسعار بتاعتنا النهارده حبايب قلبي 20/8 النهارده الثلاث. دي الاسعار اللحم في المحلات واسعار الكتاكيت في المعمل. اللي حابه تشتري زي ما انا قلت لكم استنى، يعني الفرصه قدامك ما تضيعهاش. العلف رخيص والجو بدا يطري، فحاول ان انت حتى مش مهم تجيبي كميات كبيره، حاجه بسيطه كده اهوت بس تشغلي نفسك كده وتملي بيتك خير. ربنا يرضيك يا رب ان شاء الله باذن الله، ويرضينا ويرضيكم ويرضي امه محمد، امين امين يا رب العالمين. وزي ما انا قلت لكم حبايب قلبي كل يوم ان شاء الله باذن الله هنزل لكم الاسعار، اسعار اللحم في المحلات واسعار الكتاكيت في المعمل اول باول. يعني الاسعار ديت اللي انا بقولها لكم ديت اللي انتوا هتمشوا عليها ودي اللي انتوا هتشتروا به، ما فيش فيها تلاعب، ما فيش فيها اي يعني غلط او اي حاجه، بتبقى موثوق منها من اماكن موثوقه منها. فدي كان يوم معاكم النهارده، ودي كان الروتين بتاعي معاكم النهارده. انتظروا مني فيديو بقى ان شاء الله باذن الله بكره، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.